أهلا بيكم. قصتنا النهاردة مع سماح، بتقول فيها: يوم ما اتخطبت أو بدأت أتكلم مع خطيبي زي أي اتنين مخطوبين، عرفت إن هو عنده صديق ليه مقرب من أيام الطفولة. كان اسمه حازم. كان بيحبه حب مبالغ فيه، لدرجة إنه كان ممكن يفضل حازم عليا أنا شخصياً. يعني مثلاً لو بكلم خطيبي وحازم اتصل، لازم يقفل معايا علشان يرد عليه. مستحيل يكمل كلامه معايا، لازم يقفل السكة، يروح يكلم حازم، يعرف حازم عايز منه إيه، وبعدين يرجع يتصل بيا تاني ويكمل كلامه معايا. حازم بالنسبة له كان أولوياته كلها، أهم حاجة عنده. حتى لو خرجنا، متخيلين؟ واحد خارج مع خطيبته وفي أي لحظة حازم يتصل يبقى عنده استعداد يلغي الخروجة كلها علشان يروح لصاحبه. وطبعا الموضوع ده كان بيضايقني وبيضايق أي واحدة مخطوبة، لأن ده مش طبيعي. بس كنت بتحمل وبقول مش مشكلة، ده إخلاص منه لصاحبه، وده يخليني أثق فيه أكتر. وفي مرة قلت لماما بسبب المواقف دي، لأن الموضوع كان مستفز لدرجة خليني أتعجب من الصداقة دي. ماما قالت لي: طالما حازم مش بيتدخل في حياتك الخاصة، خلاص ملكيش دعوة بيه، سيبك منه وكبري دماغك. المهم إن خطيبك كويس معاكي، فكرة إنه يحب صاحبه قوي مش مشكلة. استغربت بس كملت حياتي عادي. لكن اللي استغربته أكتر إننا لما كنا بنخرج نتفسح، كان صاحبه بيجي معانا. طيب ليه؟ ليه يجي معانا في كل فسحة؟ إحنا مش بننتهز وقت لوحدنا؟ كل ما اعترض خطيبي يضحك ويقول لي: ده أكتر من أخويا، ده أنا أسيب الدنيا كلها معاه وأنا مطمن، ده أنا أسيبك أنت نفسك معاه. لحد ما في يوم كنا خارجين وجاله مشوار، قال لي نصا: روحي مع حازم، عندي مشوار مستعجل. وفعلا خلاني أمشي مع حازم لوحدي. كنت هولع من جوه، بس مسكت نفسي بالعافية. حازم وقتها كان مهذب بس رغاي، بيتكلم ويتكلم، وأنا اتخنقت من كلامه واتخنقت من خطيبي ومن الخطوبة كلها، وبقيت حاسة إن في حاجة غلط. لكن كل اللي حواليا لما أقول لهم يضحكوا ويتريقوا: ده انتي متشددة، عادي يعني، اجتماعية شوية. ومش عارفة مين فينا الصح ومين الغلط. وفي النهاية سمعت كلامهم واتجوزنا. وبعد الجواز بأيام كل شوية يجيب حازم البيت، وكان يطلب مني أطلع أسلم عليه، وأنا الموضوع ده بيضايقني بس هو شايفني غلط. أرفض، يرجع تاني: مش هتطلعي تسلمي على حازم؟ عدت الأيام لحد ما اتطرد من شغله فجأة. وقفت جنبه بس الظروف كانت صعبة جدا ومش قادرين نجيب لقمة. حاولت أحفزه إنه ينزل يشتغل أي حاجة، وفعلا بدأ يجيب شوية حاجات للبيت، مش كتير بس بيحاول. وفي يوم وهو بره لقيت الباب بيخبط. كان حازم. مرضتش أفتح، كلمته من ورا الباب. سألني: جوزك هنا؟ قلت له لأ. قال لي: أنا عارف إن ظروفكم صعبة، لو احتجتي أي حاجة كلميني. استغربت جدا وقلت له: ليه بتكلمني أنا؟ كلم صاحبك، ولو هتساعد ساعده هو مش أنا. شكرته بعصبية وقفلت. وجيت لليل قلت لجوزي، رد عليا وزعق: هو غلطان إنه جاي يساعد، ده كتر خيره. وفهمت بعدها إن حازم سلفه مبلغ كبير وكان بيساعده في الفترة اللي ما كانش شغال فيها. ومن اللحظة دي بدأت أكره الموضوع كله، وبدأت أكره الجوازة. وفضلت فترة أفكر وأقول لنفسي: أنا مش مرتاحة ومش مطمنة. لحد ما جوزي جه في يوم وقال إنه لقى شغل بس هيسافر، هيجي كل شهر 3 أيام. بصراحة فرحت. نفسيتي كانت تعبانة بسبب حازم مش بسبب جوزي، وقلت يمكن الدنيا تهدى لما يبعد. وفعلا سافر. بعد يومين بعتلي على الواتس: وحشتني. اتكممت معاه علشان مسافر وكده، وبعدين طلب مني أتصور له. أنا رفضت، قلت له الفكرة دي مش كويسة، يستنى لما يرجع. لكن أصر، ولما لقيت مفيش حل بعتله كام صورة عادية. هو بقى عايز صور معينة. رفضت، ألح لحد ما اضطريت أبعت. وبعد ما بعت الصور قال لي:
امسحي الشات علشان الصور دي ما تقعش في إيد حد. استغربت، بس قلت الحمد لله إنه سكت. بعد يومين رقم غريب يكلمني، طنشته، فضل يزن، رديت. اتفاجئت إنه حازم. اتكلمت ببرود، بس لقيته باعت الصور اللي بعتها لجوزي، وقال لي يا ريت تتكلمي معايا أحسن. اتصدمت، كان مبسوط وفرحان وبيقول ردي عليا، ردي. أنا مرعوبة ومش قادرة أتكلم. سألته جبت الصور دي منين؟ قال لي أنت اللي بعتيها وبمزاجك وسهل أفضحك. وهنا فهمت إنه هو اللي كان بيكلمني من رقم جوزي أساساً، لأن الخط الحقيقي بتاع جوزي كان معاه قبل ما جوزي يسافر، والموضوع كان مدبر. بدأ يساومني، يا إما أجيلك يا إما أفضحك وابعت الصور لجوزك وأهلك. وقعدت طول الليل أعيط، وفي الآخر قلت الفضيحة أهون 1000 مرة من إني أعصي ربنا، مش هعمل حاجة غلط. قلت له ابعت اللي انت عايزه. ولما لقاني مش خايفة فضل يهددني 3 أسابيع لحد ما جوزي نزل أجازته. وحازم يهدد ويقول اوعي تخلي جوزك يلمسك، انتي بتاعتي. هنا جات لي فكرة، بدأت أهوده في الكلام وأقوله إني كنت معجبة بيه، وهو فرحان وبدأ يعترف ويقول كلام يثبت إنه اللي خلاني أبعت الصور. وسجلت كل حاجة ورحت لأهلي وقلت لهم كل اللي حصل من أول الخطوبة لحد اللحظة دي. بابا مسك جوزي وضيع فيه ضرب، وقرروا نجيب حازم. كلمته وقلت له كلام يخليه يجي، وفعلا جه. ولما دخل أبويا وأخويا مسكوه ضرب، وخدوا منه الموبايل ومسحوا صوري وكسروا التليفون. وبعدين خلوا جوزي يطلقني وهو واقف. مشينا، وبعد ساعات عرفت المصيبة. حازم من قهره دبح جوزي. التحقيقات قلبت الدنيا، ورحت وقلت كل حاجة بالدليل، واتأكدوا من كلامي وطلعت بريئة. واتعلمت حاجتين مهمين: مهما كان الأمان بينك وبين جوزك مستحيل تبعتي أي صور خاصة، لأن السوشيال ميديا ممكن تدمر حياة كاملة.